السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقة النهاردة مختلفة شوية، هنتكلم عن الفانتسي وتحليلات كده الجولة الثانية وتوقعاتنا للجولة الثالثة. بس طالما وصلك الفيديو وبتتفرج عليه دلوقتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وما تبخلش علينا باللايك بتاعك، ولو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديدنا ان شاء الله اللي بنزله على القناه اول باول. ويلا عشان ما نطولش حضراتكم نخش في موضوع فيديو النهارده على طول. الثانيه انتهت بقى بحلوها بمرها يعني بخوازيقها كده، بالحاجات اللي بسطت الناس، يعني ما بين ناس راضيه عن الجوله وناس مش راضيه عن الجوله. طبعا هنناقش كل ده في حلقه النهارده. في البدايه انا في اللي اتفرج طبعا على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت نصايح الجوله الثانيه، كنت نصحت كده باتنين لعيبه على وجه الخصوص، وكنت ثبت عليهم ان لازم الناس يكونوا اللي عنده اللعيبه دي من الجوله الاولى يستمر عليها، واللي ما عندوش يحاول يجيبها. كان في توقع خاطئ وكان في توقع صحيح. التوقع الخاطئ وهو ارنولد اللي للجوله الثانيه على التوالي بيخيب ظن كل المدربين اللي بيمتلكوه. بلانك للجوله الثانيه ما بيعملش اي اسيست، ما بيسجلش اهداف، ما بيعملش اي حاجه، وده يعني لسبب قصور فني في اداء ارنولد. السبب فيه هو كلوب بصراحه. يعني الحته اللي بيلعبها كلوب لارنولد اللي بيخليه يتقدم بشكل مستمر وبيلعب بيروح للعمق كده. لاول مره من ساعه ما اتفرجت على ليفربول الاقي ارنولد متواجد في العمق بشكل مستمر وبيعمل زياده هجوميه، ما بيرجعش، بيعمل مشاكل دفاعيه. الكلام دوت لفريق ليفربول، فدوت مؤثر على اداء ارنولد الهجومي وكمان الدفاعي. اللاعب الثاني وهو جابرييل خيسوس، وانا كنت قلت واللي اتفرج على الفيديو باكد المره الثانيه، اكدت على ضروره وحتميه وجود خيسوس في تشكيلتك على مدار الجولات اللي جايه كلها. وخيسوس ما خيبش ظني شخصيا وما خيبش ظن كل الناس اللي بتمتلكه. تقريبا هو اللاعب الاعلى من حيث الملكيه، تقريبا ان ملكيته تتخطى ال 75% على مستوى العالم. خيسوس ساهم في الاربع اهداف اللي سجلهم فريق ارسنال في شباك فريق ليستر سيتي في الجوله الثانيه، سجل هدفين وعمل 2 اسيست، جاب 19 نقطه، وده معدل نقاط عالي ومعدل نقاط محترم من خيسوس اللي الحمد لله ما خيبش ظني. دي كده اول حاجه حابب اتكلم فيها. تاني حاجه طبعا الناس اللي مشاركه في دوري الفانتسي بتاع القناه، في كل حلقه كده ان شاء الله مع نهايه كل جوله هقول الخمسه او هعرض اسماء الخمسه اللي في التوب 5 بتوع الدوري بتاعنا، وهنستعرض اسمائهم ان شاء الله دلوقتي حالا. في المركز الاول جه فؤاد ابراهيمي برصيد 165 نقطه، طبعا رصيد الجولتين مع بعض. في المركز الثاني عبده علي برصيد 148 نقطه. في المركز الثالث جامبل ويسترن برصيد 142 نقطه. في المركز الرابع احمد عثمان اللي هو العبد لله برصيد 138 نقطه. في المركز الخامس زياد الشابوري برصيد 136 نقطه. دول كده التوب 5 بتوع دوري ملعب عثمان. لو لسه ما انضمتش للدوري وما اشتركتش في الدوري انزل اشترك وانضم في الدوري على طول. هسيب لكم الكود بتاع الدوري في الديسكريبشن، موجود في الديسكريبشن او في وصف الفيديو دوت ان شاء الله. تاني حاجه كمان هتكلم عنها وهي هدافي الدوري الانجليزي بعد نهايه الجوله الثانيه. لسه بدري على الكلام ده، ولكن هي ارقام بنحطها قدامنا بتساعدنا في اختيارات اللاعبين اللي ليهم معدلات تهديفيه عاليه في الجولات اللي بعد كده. هداف الدوري برصيد 3 اهداف وهو رودريجو مورينيو لاعب ليدز يونايتد. يجي في المركز او في المرتبه الثانيه بقى لحد المرتبه السابعه كلهم لاعبين سجلوا هدفين، وهم ايرلينج هالاند والكسندر متروفيتش ودا سيلفا لاعب برينتفورد ومارتينيلي وخيسوس لاعبي ارسنال وباسكال جروس لاعب برايتون. كل دول لاعبين او 6 لعيبه سجلوا هدفين، ولاعب واحد اللي سجل 3 اهداف هو لاعب ليدز يونايتد رودريجو. ده كده بالنسبه لهدافين الدوري لحد دلوقتي. خوازيق الجوله الثانيه بقى، الجوله الثانيه كان فيها بصراحه يعني لاعبين كده خيبوا ظن المدربين اللي كانوا يعني متواجدين معاهم في تشكيلاتهم بشكل كبير. طبعا يعني هنتكلم على العيان والميت، مانشستر يونايتد وليفربول. يعني بصراحه بيقدموا ضحك وبيقدموا يعني عظمه في الضحك. يعني ما شفناش كده بصراحه. فريق بيخسر اول جولتين كمان بمعدلات تهديفيه عاليه جدا، 4-0 من برينتفورد في نص ساعه في الجوله الثانيه، وليفربول اللي بيخسر 4 نقاط كده متتاليتين بعد تعادلين في الجوله الاولى والثانيه. فبدايات سيئه جدا. وكمان الاضحك ان هم هيلعبوا مع بعض الجوله الجايه.
يعني هي مباراه بقى مباراه العيان والميت، مباراه لا تقبل القسمه على 2، ما ينفعش التعادل، ما يفيدش حد، وكمان الخساره بالنسبه للفريق يعني هتزود الكوارث والمصايب اللي عنده، والمكسب يعني اهو هتبقى بدايه مثلا نشوه للفريق اللي هيفوز في المباراه دي. بالنسبه للخوازيق كان ارنولد طبعا اللي بيبلانك للجوله الثانيه على التوالي، ما سجلش اهداف، ما عملش اسيست، ما عملش اي حاجه، وخذلان بالنسبه للمدربين اللي مشتريينه وحاطينه في تشكيلاتهم. كان كمان صلاح واليسون، صلاح برضو يمكن ما سجلش اهداف، ما عملش اي اسيست، وبالتالي كان بلانك، بالرغم ان كان في ناس كتير جدا مكابتنه صلاح وخسرت الرهان بتاع الكابتنه من خلال صلاح. وكمان اليسون بيكر اللي للجوله الثانيه على التوالي بيفشل انه يطلع بكلين شيت، وبالتالي ما بياخدش نقاط الكلين شيت، وبيفقد برضو نقاط في الفانتسي، بالرغم من المنافس بتاعه إيدرسون طبعا طالع في الجولتين بكلين شيت وخد نقاط الكلين شيت. اللاعب اللي بعد كده وهو نونيز. هتقولي بتكلم على لاعبي ليفربول، طبعا لان دول كان معظم المدربين على مستوى العالم حاطين امال على اللعيبه دي، بتتكلم على ارنولد، اليسون، صلاح، نونيز، اللي ما اكتفاش كمان ان هو ما سجلش او ما صنعش، ولكن اتطرد كمان في المباراه وهيتوقف لمده 3 مباريات قادمه، وكمان بدل ما كان يعين مدربينه بحتى النقطتين بتوع المباراه، لا ده طلع بسالب او بماينس 2 في مباراه كريستال بالاس. اللاعب الاخير وهو هالاند يمكن هو جاب 5 نقاط في المباراه، هو عمل اسيست في مباراه بورنموث الاخيره، ولكن كان المعظم منتظر من هالاند تسجيل اهداف في المباراه دي، خصوصا ان هو سجل هدفين في المباراه الاولى امام ويست هام، والمباراه الثانيه امام بورنموث كان فيها معدل تهديفي عالي، كسب المان سيتي ب4 اهداف مقابل لا شيء، فكان في حفله كده، فكان الجميع او الكل منتظر من هالاند تسجيل اهداف، خصوصا ان برضو كان في عدد كبير جدا من المدربين مكابتن هالاند في الجوله دي. دي كده اللاعبين اللي هم يعني الاشهر اللي خذلوا مدربينهم في الجوله الثانيه. طيب بالنسبه لتشكيلتي انا شخصيا في الجوله الثانيه هستعرضها برضو مع حضراتكم، واتمنى انكم تشاركوني بتشكيلاتكم في الكومنتات ونتناقش مع بعض ونرد على بعض ونقيم تشكيلات بعض. عايزين يا جماعه يكون في تفاعل كده على الفيديوهات دي، انا بتعب يعني بقدر الامكان وبحاول يعني اقدم حاجه يعني اتمنى انها تحوز على اعجابكم، فعايزين التفاعل الفتره الجايه ان شاء الله يزيد على القناه. بالنسبه لي التشكيله الخاصه بيا في الجوله الثانيه كانت إيدرسون في حراسه المرمى وما خذلنيش، جاب لي 6 نقاط، عمل كلين شيت. كان في خط الدفاع كنت بلعب بثلاثي في خط الدفاع، ريس جيمس لاعب تشيلسي جاب لي 7 نقاط بعد ما احرز هدف، وكمان ارنولد اللي يعني كانت حاجه غريبه وخذلني للجوله الثانيه على التوالي، وكانسيلو جو كانسيلو اللي جاب لي 11 نقطه بعد ما عمل اسيست وكمان عمل كلين شيت في المباراه الاخيره ليه. فدي كانت تشكيله وتركيبه خط الدفاع بتاعي. كنت بلعب برباعي في وسط الملعب، لويس دياز احرز لي هدف برضو جاب لي 9 نقاط، حاجه كويسه. نيتو للمباراه الثانيه على التوالي برضو يعني بيخذلني بشكل كبير، وفي الغالب هتخلص منه في الجوله اللي جايه، جاب لي 3 نقاط. راشفورد لا حول ولا قوه الا بالله، ماركوس راشفورد يعني مش عارف هنلاقيها منك ولا هنلاقيها من مين، ما جابليش غير نقطه واحده طبعا بعد الخساره برباعيه امام برينتفورد. ومحمد صلاح اللي كان هو الكابتن بتاعي في الجوله ديت جاب لي 4 نقاط بعد البلانك، يعني برضو كانت حاجه ما كنتش متوقعها من صلاح خالص في الجوله الثانيه. في خط الهجوم كان عندي 3 لاعبين، كان عندي جرين وود ما لعبش ونزل لي مكانه مينجز مدافع فريق استون فيلا، وخدت نقطتين من مينجز. وكان عندي هالاند جاب لي 5 نقاط بعد الاسيست اللي عمله في المباراه الاخيره. وكان عندي طبعا منقذ الجوله الثانيه بالنسبه لي وهو جابرييل خيسوس اللي جاب لي 19 نقطه بعد ما احرز في ليستر سيتي هدفين وعمل 2 اسيست كمان في المباراه دي كده بالنسبه لتشكيلتي في الجوله الثانيه. جبت بمجموع النقاط في الجوله الثانيه بالنسبه لي 70 نقطه، ده معدل بالنسبه لي انا بشوفه كويس، لان الجوله دي يعني كانت معدلات النقاط على مستوى العالم اقل شويه من الجوله الثانيه. في ناس جابت لا الجوله الثانيه اعلى من الجوله الاولى كمستوى نقاط فردي، ولكن في المجمل الجوله الثانيه نقاطها اقل من الجوله الاولى، حتى الافريج بتاع الجوله اقل من الجوله الاولى. بعد كده هنتكلم عن نصايح بسيطه للجوله الثالثه بالنسبه لي. يعني هتكلم طبعا نونيز خلاص هو الكل اللي عنده هيطلعه من تشكيلته، لان نونيز مش هيكون موجود على مدار ال3 مباريات القادمه، فخلاص اللي عنده تبديل واحد هيخسر التبديل بتاعه في رحيل نونيز. يعني برضو نصيحه بنصح الناس
ما تعملش سالب دلوقتي، يعني ما تكترش في السوالب دلوقتي، ويعني عندك تبديل عندك تبديل فري استخدمه، يعني ما تحاولش ان انت تعمل تبديلات تخسر عن كل تبديل 4 نقاط بدايه من الجوله الثالثه كده، او بدايه من يعني بدايه اللعبه او بدايه الموسم لسه. اللي تشكيلته بايظه بقى، يعني عندك حل وهو الوايلد كارد، هيكون استخدامه بدري شويه، ولكن افضل من انك تعمل 4 5 تبديلات ب 20 ولا 24 نقطه، فهيعملوا معاك طبعا فارق كبير جدا، وهيأثروا على الرانك بتاعك في يعني اللعبه. رحيل اليسون من وجهه نظري هتكون برضو حاجه من الحاجات اللي لازم اي حد عنده اليسون يبدا يتخلص منه على الاقل الكام جوله اللي جايه، نظرا لان دفاعات فريق ليفربول دفاعات سيئه جدا في الدوري زي ما احنا شايفين، واليسون ب 5.5 مليون. فالنهارده لما انا عندي كده حارس مرمى ما بيعمليش كلين شيت، ما باخدش منه نقاط الكلين شيت، يبقى اروح لحارس مرمى مثلا ب5 او ب4 كمان، يعني في اختيار كويس وهو وارد حارس ليستر سيتي. طالما انا كده ما بستفدش بالكلين شيت، وارد ما عملش 2 كلين شيت في المباراه او في المباراتين في الجوله الاولى والثانيه، ولكن بيلعب اساسي وب4، ممكن انا اوفر ال1.5 مليون دول في ان انا ادعم او اجيب لعيبه افضل في تشكيلتي. في ناس لا، هي ثابته على اليسون او على مندي مثلا او على إيدرسون حارس مانشستر سيتي، طبعا دي بتبقى حريه شخصيه، ولكن الافضل من وجهه نظري هو التخلص من اليسون، وانك تروح لمندي كخيار تاني، او لو عايز بقى حارس مثلا انت واقف عند ال5.5، هات إيدرسون او انزل لحارس ب4 زي مثلا وارد او بوب حارس نيوكاسل. طبعا نونيز قلنا خلاص هو كله هيمشيه، وارنولد انا شخصيا هصبر عليه الجوله الجايه، يعني انا شخصيا هستنى على ارنولد شويه، مش همشيه الجوله الثالثه، ولكن تقريبا ما يقرب من حوالي 150 الف مدرب على مستوى العالم تخلوا عن ارنولد يعني بمجرد نهايه مباراه كريستال بالاس. فهل هنشوف ارنولد الجوله اللي جايه هيتالق وهيندم كل اللي باعه، ولا هيستمر في البلانك وهيقول او الناس اللي بعتها تقول احنا كان عندنا حق وكويس ان احنا تخلصنا من ارنولد؟ طب لاعبين بقى انا بتوقع تالقهم في الجوله الثالثه. اول لاعب هو سون لاعب توتنهام. سون في الجولتين الاولى والثانيه ما ظهرش برده بالمستوى اللي احنا كنا منتظرينه، مستوى سون اللي هو لاعب هداف الدوري الانجليزي في اخر نسخه بالمشاركه مع محمد صلاح برصيد 23 هدف، ولكن ما تالقش. مباراته اللي جايه امام فريق وولفز اتوقع يعني بشكل شخصي تالق سون، وان هو اتوقع ان شاء الله ان هو هيسجل باذن الله في المباراه دي. اللاعب الثاني هو ماديسون لاعب فريق ليستر سيتي، مباراته القادمه امام فريق ساوثهامبتون. ماديسون بيسجل في ساوثهامبتون بشكل يعني معتاد. كمان ماديسون ورودريجو لاعب ليدز يونايتد، الاثنين لعيبه دول انا بشوفهم كده بيكون ليهم فرص بما انهم لعيبه نص ملعب، يعني بيزيدوا في الخط الهجومي عن طريق العمق او عن طريق الاطراف، فبتتاح لهم العديد من الفرص لتسجيل الاهداف ولصناعه الاهداف، فعشان كده بتوقع لهم معدلات نقاط عاليه على مدار الجولات اللي جايه. اللاعب اللي بعد كده هو جابرييل خيسوس، اللي انا تقريبا مش هتخلى عنه دلوقتي خالص. خيسوس انا برضه بتوقع له موسم قوي على مستوى المعدلات التهديفيه، هو تقريبا كميته راكبه مع فريق ارسنال، واسلوبه وطريقته كمهاجم هي الطريقه الامثل لفريق ارسنال يعني كفريق كومباكت مع بعض. فاتوقع برضه يعني تالق خيسوس في الجوله الجايه والجولات اللي جايه بشكل عام. هالاند اتوقع ان هو يعني هينفجر في الجوله اللي جايه امام نيوكاسل. واخيرا محمد صلاح اللي هتكون مباراته صعبه جدا امام فريق مانشستر يونايتد في اولد ترافورد، بعد كمان النتائج السلبيه اللي اتعملت من الفريقين في الجوله الاولى والثانيه، ولكن اتوقع ان صلاح يسجل في المباراه اللي جايه. كده انا خلصت الحلقه بتاعتي، تقريبا اتكلمت عن كل حاجه تخص الجوله الثانيه وتقفيلها، واتكلمت عن الجوله الثالثه، ويعني اتمنى ان انا ما اكونش نسيت اي حاجه. اتمنى بقى انكم تدعموني باللايك، حاجه مهمه جدا، هو العنصر او الحاجه الوحيده اللي بتنجح الفيديو وبتخليه يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك جديدنا ان شاء الله اول باول. وشاركنا بتعليقاتك، وشاركنا كمان بتشكيلتك في الكومنتات، واللي عايز يسالني عن اي حاجه يسالني هرد عليه ان شاء الله باذن الله. واللي ما انضمش للدوري ينزل ينضم للدوري، هسيب لكم الكود في الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان ان شاء الله الدوري بتاعنا بقى قوي ما شاء الله. كل جوله ان شاء الله هقول او هعلن عن اسماء الخمسه الاوائل في كل جوله، ومع نهايه الموسم طبعا هيكون المركز الاول ليه جايزه، وهي التيشيرت الاوريجينال بتاع الفريق اللي بيشجعه ان شاء الله. كده انا خلصت حلقه النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات وحلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.